السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة كيف العاده ولايك ما تنسونيش منها. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه خطيره رائعه بزاف للفطور ديال رمضان. صراحه تستحق التجربه والله، غير جربوها على حسابي. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا سيجارات اولا قنينطات بعجينه المسمن. بواحد العجينه اللي هي مقرمشه بزاف ومورقه وبحشوه اللي هي الليده ديال بزاف ديال بصح. المهم هنايا بالنسبه للعجينه غادي نحتاج درت نص كيلو ديال الفرص من الاحسن يكون نوعيه جيده ديال الحلوى. كنضيف عليها الملحه تقريبا معلقه صغيره، بيض البيض وحده، وعندي واحد المعلقه ديال السكر. هنا كندير عيني ميزاني الزيت تقريبا 3 معالق ديال الزيت نباتيه صافي. وكنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، من بعد كنجمع بالماء غير بارد ديال الروبيني وصافي. كنجمع العجينه ديالي هكا حتى كتجمع، ومن بعد كنحيدها من داك الاناء وكنبدا كندلك فيها مزيان. صافي من بعد ما كندلكها كنديرها في واحد بلاستيك، من بعد ما كندهنها بالزيت وكنخليها حتى كتدلك باقي في داك البلاستيك وكتطلق راسها. كيف ما كتشوفوا العجينه كيفاش كتجي مدلوكه مزيان وطالقه راسها وكتجي سهله في الخدمه وناجحه. المهم هنايا من بعد كنبدا نقطع هذيك العجينه كويرات. عطاتني هنايا 5 ديال الكرات، غندهنهم ونخليهم يرتاحوا باش يجيونا زعما ساهلين فاش نبغيو نطلقوهم. بالنسبه للحشوه في مقله درت خيزو، واحد 2 خيزوات كبار محكوكين، فلفله حلوه، البصله والقزبر ومعدنوس وشويه ديال البزار والملحه والزيت. صافي كنخلط هاد الخضيره مع بعضياتها وكنخليها حتى كتشحر مزيان، حتى كتعلك وكتذوب لنا ديك البصله وداك خيزو حتى هو كيطيب. كتجي هكا معيلكه بهذا الشكل هذا. كنحيدها كنخليها ابار وكناخذوا عاوتاني المقله كنديروا فيها زيت نباتيه اولا زيت الزيتون اولا الزبده اللي متوفر. صافي هنايا كندير هنايا واحد شويه ديال الكروفيت تقريبا واحد 100 غرام حتى 150 غرام اللي متوفر. المهم غير نسمه وصافي. ممكن تعوضوا تزيدوا الطون تزيدوا الكفته اي حاجه. المهم الكروفيت كيجي خطير بزاف. كندير هنايا داك الكروفيت في داك الزيت، كنضيف عليه الملحه والبزار والقزبر ومعدنوس يكونوا مقطعين. بالحق كتجهدوا البوطه حيت الكروفيت طغي كينشف وما كيبغيش طياب بزاف، غير ينشف شويه من داك الماء صافي. وكنضيفوا عليه داك الخضيره اللي شحرنا من قبل. كنضيف هنايا الزيتون مقطع رقيق والقزبر ومعدنوس، وعندي هنايا شويه ديال داك قشور الكروفيت اللي صوبت معكم في الفيديو اللي قبل، كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف في الحشوات. كناخذ هنايا مسمنه من بعد ما يعني كترتاح، كنورقها هكا بالزيت نباتيه، ومن بعد كندهنها بالزبده وكنبدا هكا كنجمع المسيمنه ديالي عاديه. علاش كنمسمنه مربعه كنخليها جانبا وناخذ الاخرين حتى هما كنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله. هنا قلت لكم عطاوني 5 ديال الكرات كبار كيخرجوا لنا 20 حبه ديال دوك السيجارات، راه كبارين وكيشبعوا زعما راه تبارك الله. 20 وحده راه تبارك الله. صافي من بعد كنبدا هكا كنورق هذيك المسيمنه ديالي حتى كتكون رقيقه وكنقطعها هنايا على 4. كناخذها كنديرها هكا على شكل طولي، كنورقها باقي واحد شويه باش يجوني بحال شكل السيجارات. ديك الحشوه كنقسمها على حسب العجينه اللي عندي، ومن بعد كنبدا نحط الحشوه ديالي في العجينه ونبدا كنجمع في المسيمنات عادي بحال شكل قنينطات اولا يمكن لكم ديروهم بسيطلات اولا بحال شكل بريوات. المهم لكم الاختيار. انا قنينطات كيجوني ساهلين في الخدمه، دغيا كتلويهم وكتسربي وكتساليهم دغيا دغيا. صافي بهذا الشكل هذا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد المسيمنات ديالي كاملين بالعماره. ومن بعد كنحطهم في لاطه ديال الفران، كندهنهم هنايا بالزبده في الاول وشويه الزيت، داك شويه الزيت والزبده اللي شاطوا ليا، وكنثقبهم بالكيردون باش ما كيتنفخوش لينا وكيديروا لنا داك البويقات. صافي كندخلهم للفران على نار هادئه حتى كيبداو يتحمروا لنا من التحت، وكنخرجهم كندهنهم بصفرة البيض مع شويه ديال الموطارد اولا الخل والحليب باش تحيد لنا الزفوره. وكنعاود نردهم للفران يتحمروا من الفوق باش كيعطيو داك البريون وكيجيو هكا محمرين ومقادين. من بعد كندهنهم بشويه ديال الزيت اولا الزبده مع الموطارد، وكنزينهم شويه القزبر من الفوق مع الثومه. صافي بهذا الشكل هذا كيجيو رائعين بصحه وراحه.